أغرب الفراعنة على الإطلاق هو الأسرة 28. ملك واحد في هذه الأسرة ابتدى وانتهت أسرته بمقتل الملك. هل تعتقد أن المصريين القدماء كانوا يعبدون الملوك؟ كلنا نعرف قصة فرعون، ولكن كيف يكونون يقتلون ملك وفي نفس الوقت يؤمنون به؟ أليس هذا جنون؟ ما علينا. الملك الأغرب في مصر كلها القديمة كان هو الملك الوحيد في الأسرة 28، الملك الأول والأخير في الأسرة 28. بدأ حياته بانتصارات على الفرس وطردهم وتولية نفسه حاكما على مصر، وبعد 5 سنوات فقط من الحكم قامت ثورات أخرى وعزل وقتل أو أعدم، وتولى رجل آخر مكانه حكم مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش متابعة ولايك وشير.